وبيبتدي الفيلم مع بنت اسمها ميلين واللي بيدلعوها بمي، وبنشوفها وهي رايحة لمدرستها وبتنصحنا إننا لازم نسمع كلام باباهاتنا ومامهاتنا لأنهم ليهم فضل علينا، زي إنهم أكلونا وشربونا وعلمونا وبالشبشب ادونا حبيبتي يا مامتي. وبتعرفنا كمان إنها مبسوطة لأن بقى عندها 13 سنة وإن كده خلاص كبرت وبقت قادرة على التحدي والمواجهة. ولما بتوصل للمدرسة بتنده على شلتها وهم مريم، ودي بقى شخصية عسولة، أما التانية فهي بريا ودي شخصية ما بتضحكش خالص. واخر واحدة بقى هي ايبي، ودي بقى الفتوة اللي فيهم اللي بتجيب لهم حقهم في المدرسة. بيبتدي اليوم الدراسي وبنعرف ان مي بنت دحيحة ودودة كتب. عارفين العيال اللي كانوا معقدنا في المدرسة؟ هي زيهم كده. لا وكمان مش بتسيب اي نشاط في المدرسة الا وراشقة نفسها فيه. فطبعا كان رأي زمايلها اللي في المدرسة عليها إنها بنت غريبة ومزعجة. وبعد ما بيخلصوا المدرسة بيروحوا علشان يشوفوا شاب شغال في السوبر ماركت، وكان في نظرهم ولا مهند في زمانه. لكن مي بتقول لهم ما تفككوا بقى من الولد ده العيال اللي في فرقة فورتاون برقبته، وبتعرفهم انهم عاملين حفلة قريب والبنات بيبقوا هيموتوا ويروحوا الحفلة، بس مشكلتهم انهم مش معاهم حق التذاكر. وبتسيبهم مي وبتروح للمعبد اللي مسؤولة عنه مامتها مينج، ودي بقى شايفة ان بنتها مثالية خالص في كل حاجة وانها ما بتغلطش ابدا. بنشوفها وهي بتولع بخور وبتشكر جدتها على انها قال ايه بتحميها هي وبنتها. استغفر الله العظيم يا رب. وبعد كده بتخرج مينج تنظف المعبد مع بنتها مي علشان يستعدوا للشغل، وبعدها بييجوا السياح وبتعرفهم مينج على جدتها البركة اللي كانت السبب في حمايتهم، وبتعرفهم انها كانت بتحب حيوان الباندا لانه كان بيجيب لها الحظ. ومي بتعمل نفسها باندا لزوم الشغل وكده. وبعدها بتروح مي ومامتها على البيت، وبتشوف مي اعلان في التلفزيون عن حفلة الفورتاون وعينيها كانت هتطلع عليهم. فبتقول لمامتها تتصوري يا ماما ان اصحابي في المدرسة بيحبوا الفرقة دي وقال ايه عايزين يروحوا الحفلة وياخدوني معاهم. مامتها قالت لها ايه؟ وانا قلت لهم والله ما انا رايحة. فردت عليها مامتها وقالت لها حبيبتي العقلة. وبعدها بتدخل مي اوضتها وبتفكر في الشاب اللي شغال في السوبر ماركت وبترسمه رسومات بتبين انها قد ايه بتحبه. وبتدخل مامتها فجأة وبتقعد مي تدعي في سرها ان مامتها ما تشوفش الكراسة، يا رب ما تشوفش الكراسة. وللاسف عينيها ما بتشوفش غير الكراسة، ولما بتفتح الكراسة بتنصدم لما بتشوف قلة الأدب دي. ولأن بنتها ما بتغلطش راحت بسرعة للشاب في شغله وزعقت له وقالت له ابعد عن بنتي، ووريت له الرسومات اللي بنتها رسماها وفضحت بنتها في قلب المحل. والولد كان نفسه يقول طب وانا مالي يا لمبي، بس مينج ما ادتلوش فرصة. والحظ مين الوحش، مين اللي كان واقف في المحل وشايف الموقف ده كله؟ تايلر. وده بقى زميل مي في المدرسة وما عندوش شغلانة في المدرسة غير انه يضايق مي ويتنمر عليها. وفي اللحظة دي مي كان نفسها الأرض تنشق وتبلعها. وبعدها خدت مينج بنتها وقالت لها هو في حاجة مضايقاكي يا حبيبة مامي؟ فمي مسكت نفسها وقالت لها لا يا مامي. ولما روحت مي قعدت تصرخ في المخدة من كتر الغيظ وتهزق نفسها وتقول إن اللي حصل ده مستحيل يحصل تاني. وبعدها نامت وهي متضايقة. فلما صحيت لقيت نفسها باندا حمراء، فاتخضت من شكلها وكانت عمالة تقول ايه الخدود دي؟ ايه الكرش ده؟ انا اكيد بحلم. فراحت تجري على السرير يمكن لما تنام ترجع تاني، فالسرير ما استحملهاش واتكسر بيها. فحاولت تهدى فلقيت نفسها رجعت تاني، ففهمت انها تتعصب تتحول تهدى ترجع تاني. ومي قررت انها مش هتقول اللي حصل ده لاي حد. وبعدها بتروح المدرسة وهي مقررة انها مش هتتعصب ابدا. فلقيت مين في وشها؟ تايلر، وقعد يتريق عليها وعلى اللي حصل امبارح في المحل. ومي كانت عمالة تحاول تهدي نفسها، بس لحظة انها هتبتدي تتحول وتتفدح فجريت على الفصل. ولما هديت خالص خدت بالها ان مامتها بتراقبها وكمان بتتخانق مع الامن علشان عايزة تدخل بالعافية. وكل المدرسة كانت بتتفرج على اللي مامتها بتعمله، فتحولت لباندا ومحدش خد باله غير مامتها، وطلعت تجري في الشارع وتكسر في حاجات ومامتها تجري وراها والناس كانت بتصور، ما هو شايفين باندا برضو، لحد ما وصلت للبيت ومامتها لقيتها بتعيط. وبعدها باباها جه وقال ايه ده هو حصل؟ فقالت مي هو ايه ده اللي حصل؟ هو انتوا كنتوا عارفين ان هبقى باندا في يوم من الايام؟ فخدتها مامتها للمعبد وقالت لها بصي يا حبيبتي طبعا انت عارفة جدتك البركة دي بقى في يوم من الايام كانت بتحب الباندا الحمراء زي ما انت عارفة، وزمان كان بيحصل عليهم هجوم من الوحوش، فساعتها دعت للآلهة في يوم 25 يوم اكتمال القمر الأحمر إنها تتحول لباندا علشان تقدر تحمي نفسها وبناتها. ومن ساعتها بقى متورث عندنا في العيلة إن البنت لما توصل لسن معين بتتحول لباندا. وساعتها ميت غاظت وكان نفسها تقطع صورة البركة وهي بتقول منك لله انت عايزة تبقي باندا، أنا مال أمي.
فمامتها بتهديها وبتقول لها ان في حل، وان يوم 25 يوم اكتمال القمر الاحمر يومها هيعملوا تعاويذ وحاجات تخلي الباندا تخرج منها وتحبسها جوه اي حاجه زي ما مامتها حبستها في السلسله بتاعتها. وتاني يوم اصحابها بيجولها علشان يطمنوا عليها لانها ما جاتش المدرسه النهارده، واتخضوا لما شافوا الباندا، فمسكتهم وحضنتهم وقالت لهم شش انا هحكي لكم اللي حصل. وبعد كده انبسطوا ان صاحبتهم بقت باندا، هي حاجه حلوه الصراحه. فسالتهم مين عن الحفله، فقالوا لها انها هتبقى يوم 18، فقعدت تعيط وتقوق. فاصحابها قالوا لها انت زعلانه ليه؟ احنا بنحبك سواء كنت باندا او قرده، اما لو زعلانه عشان الحفله فعادي يعني ممكن تحضريها، بس انت تهدي كده وكله هيبقى تمام. وبعد كده باباها ومامتها قالوا لها بصي بقى، علشان نسيبك تروحي المدرسه لازم نعملك اختبارات تحكم في النفس في الاول. فمي قالت لهم انا جاهزه، فوروها صوره قرد محبوس، فمسكت نفسها. وبعدها وروا لها صورتها وهي طالعه المركز الثالث في الاملاء، وبرضه عرفت تمسك نفسها. وفي الاخر بقى جابوا لها شويه قطط عشان هم عارفين انها ما بتحبهمش، وبرضه نجحت في انها تمسك نفسها. وكل مره كانت بتنجح لانها كانت بتفتكر كلام صحابها العساسيل انهم بيحبوها مهما كان شكلها. وبعدها بتروح لباباها ومامتها وبتقول لهم طالما طلعت شطوره وقدرت اتحكم في نفسي فممكن بقى اروح الحفله مع اصحابي. فمامتها قالت لها ده مستحيل، انتي ايه اللي عاجبك في الفرقه دي عيال صايعه واغانيهم تافهه. فبابا مي اتكلم اخيرا في الفيلم ده وقال لها يا ستي ما تسيبيها تروح تفك عن نفسها شويه. فقالت له اسكت انت واتفضل يلا روح حضر العشاء. وبعدها بابا مي بيقول لمنج ان مامتها عايزاها. ايه ده، هو كمان بيرد على التليفونات؟ وبنعرف ان منج بتخاف من مامتها جدا. فمامتها بتقول لها انا عرفت من الاخبار ان بنتنا مي كبرت وبقت باندا قد الدنيا، وعشان كده هجيلك انا واخواتك عشان نحل الموضوع ده. وتاني يوم في المدرسه مي بتقول لاصحابها انها هتحضر الحفله، يعني هتحضر الحفله. فاصحابها قالوا لها طب يا فلحه هنجيب حق التذاكر منين؟ دي التذكره الواحده ب $200 واحنا 4 يعني محتاجين $800. فقالت لهم طب سيبونا افكر. فصاحبتها ايبي قالت لها طب اتحولي الباندا عشان اعرف افكر معاكم. وفعلا اتحولت، وفجأة دخل عليهم 3 بنات وبيشوفوا الباندا وبيفهموا انها مي، واصحابها كانوا بيشرحوا لهم انها حاجة متوارثة عندهم في العيلة. فقالوا لهم احنا مش فارق معانا الكلام ده، احنا بنحب الباندا جدا، بصوا احنا هنديكم اي فلوس انتوا عايزينها بس والنبي خلونا نشوف الباندا. ومن هنا جات لي مي واصحابها فكرة انهم يستغلوا الموضوع ده علشان يجمعوا تذاكر الحفلة، وبقى اي حد عايز يتصور مع الباندا يدفع فلوس، حد عايز يحضن الباندا يدفع فلوس، حد عايز ياكلها يرقص معاها برضه يدفع فلوس. وبعد ما لموا فلوس قد كده من ورا حوار الباندا لقوا انهم فاضل لهم $100 على تذاكر الحفله، فزعلوا جدا لان كده ما قدامهمش غير انهم يختاروا يا اما ما يروحوش الحفله اصلا يا اما واحده فيهم تضحي عشان الباقي يروح الحفله. مين في الوقت ده كان سامع الحوار؟ هو في غيره؟ تايلر. قال لهم طب انا هحل لكم المشكله دي، انا عامل حفله في عيد ميلادي وعايز الباندا بقى تحضر الحفله، ويا كده يا اما هكلم مامتك واقول لها على اللي انتوا بتعملوه. فبتضطر مين انها توافق. وبعد ما روحت مي لقت جدتها وخلتها جم فعلا علشان يحضروا حفله الزار اللي هتتعمل عشان يطلعوا الباندا من مي. فبتخش مي اوضتها وبتلاقي جدتها بتقول لها انها شايفه فرو الباندا في كل حته في البيت، وان معنى كده انها بتطلع الباندا اللي جواها كتير، وكده مش صح، وانها لو استمرت على كده هيبقى صعب عليهم انهم يخرجوا الباندا من جواها يوم 25. وبعد ما خرجت جدتها راحت مي لحفلة عيد ميلاد تايلر بس وهي لابسة بدلة باندا علشان قررت انها تسمع كلام جدتها. بس ده طبعا ما عجبش تايلر وقال لها طب وربنا ما هديكي فلوس غير لما تخرجي الباندا اللي جواكي وتفضل ترقص وتتنطط في الحفلة، قلتي ايه؟ فقعدت تفكر مع اصحابها لحد ما قررت انها لازم تخرج الباندا عشان تبسط الزفت تايلر. وفي الوقت ده مينجي بتكتشف ان بنتها مش نايمه على السرير، وعرفت كل حاجه مخبياها مي، وده لان الذكيه ما لقتش مكان تخبي فيه مصايبها غير تحت السرير. يا بنتي ده اول مكان بيجي على بال اي حد وهو بيدور على حاجه، فقررت ان هي تروح حفله عيد الميلاد. اما مي واصحابها فكانوا بيتكلموا عن الحفله وقد ايه هم مبسوطين انهم هيحضروا مع بعض، فبيسمعوا في الراديو ان حفله فورت تاون هتكون يوم 25 وده نفس اليوم اللي هيتعمل فيه التعويذه علشان الباندا تخرج. فبتتعصب مي وبتتحول لباندا وبينده عليها الرخم بيقول لها ايه ما تنزلي. فبتقول له مي لا. قال لها طب وربنا ما هدفع فلوس غير لما تنزلي ترقصي وتعاقبي كمان. فاتغاظت مي وقامت نطة عليه ولسه هتضربه. مامتها بتيجي وبتحضن مي وبتقول لصاحبتها انا بنتي ما بتغلطش، انتوا اكيد اللي خلتوها تعمل كده. واصحاب مي كانوا مصدومين لان مي ما دفعتش عنهم قدام مامتها فزعلوا منها.
وروحت مي مع مامتها على البيت، وبيجي اليوم اللي هيتعمل فيه التعويذه، وبابا مي بيقول لها انه شاف فيديوهاتها وهي باندا مع اصحابها، وشاف انها قد ايه كانت بنت لذيذه وفرفوشه، وقال لها لو انت مش حابه تخرجي الباندا اللي جواكي براحتك، انا بصراحه مش شايفها حاجه وحشه. وبعدها بتقف مي وجداتها وخالاتها ومامتها حواليها، وبيجي واحد عامل فيها شيخ وبيرسم حواليها دايره، وبيقول لها ما تطلعيش من الدايره دي عشان لو طلعتي هيبقى انت اللي فيها. وبعد ما بيقولوا كلام غريب بتظهر بوابه شفافه، والمطلوب من مي انها تعدي منها علشان تخرج منها الباندا. وبعد ما بتعدي بتفتكر كلام باباها وذكرياتها مع الباندا، فبترجع لها تاني، ومامتها بتزعل لها وبتقول لها ايه اللي انت عملتيه ده، ارجعي عشان نعيد التعويذه تاني. فبترفض مي وبتقول لها انها رايحه على الحفله، فبتقع منج وبتتكسر السلسله بتاعتها، وبيخرج منها روح الباندا بتاعتها، وبتروح ورا بنتها على الحفله، ومي بتعتذر لاصحابها على اللي عملته. وبعدها بيشوفوا صاحبهم تايلر فبيصالحوه وبينضم ليهم في الشله، وده عشان بس بيحب الفورت تاون زيهم. اما صحيح عيال، والحفله بتبدا وكلهم بيبقوا مبسوطين جدا وخصوصا مي. ومره واحده بتظهر مامتها وهي باندا وبتزعق لبنتها على اللي عملته، لكن مي بتتحول لباندا وبتقول لها بص بقى، انا صاحبه فكره استغلال الباندا علشان نحوش فلوس تذاكر الحفله، وعايزاكي تعرفي اني خلاص كبرت. وبتخبط مامتها فبتقع وبيغمى عليها، وبيقرروا انهم هيعملوا التعويذه هنا، وبتشدها مي عشان تدخلها جوه الدايره بس مش بتقدر، وبتقرر جدتها وخالتها انهم يخرجوا البندات اللي حابسينها في الاكسسوارات بتاعتهم علشان يقدروا يشدوا منج كلهم. وفعلا المكان بيتقلب جنينه حيوانات، وبيقدروا كلهم يخشوا جوه الدايره، وكل واحده فيهم بتقف قدام البوابه وبتخرج الباندا اللي جواها ما عدا مي لانها حبتها. فساعتها منج بتقول لمي ان هي طول الوقت بتحاول تسعد اللي حواليها، وكل ده كان على حساب نفسها، وبتعتذر لها على انها كانت السبب في ده، وبتعرفها انها هتكون فخوره بيها مهما كان شكلها. فبتقرر مي انها تحتفظ بالباندا. وبعدها بنشوف مي وهي بتتحول لباندا عادي قدام الناس، والمعبد بتاعها مش طاهر والزهر لعب معاهم، وعلاقة مي بمامتها اتحسنت جدا، وبتعيش مي حياتها لانها بتعيش كإنسانة ممكن تغلط عادي، وعرفت ان مفيش حياة مثالية او كاملة، علشان كده بقت سعيدة. وبس كده، لو عجبتكم قصة مي استنونا في قصص تانية كتير، واحنا كمان هنستناكم. وياريت ما تنسناش في اللايك وتشترك لو انت مش مشترك معانا. باي باي.